4 أسرار تخلي أي عميل يثق فيك من أول ثانية، وساعتها هو اللي هيطلب يشتري منك. السر مش في المنتج، السر فيك انت. لازم تكون شبه المنتج اللي انت بتبيعه. العميل لما يحس ان انت شبه المنتج اللي بتبيعه هيثق فيك أسرع، وهيحس فعلا انك فاهم المنتج، مش مجرد حافظ مميزاته وخلاص. البياع مش مجرد واحد عايز يبيع وخلاص، البياع جزء من المنتج نفسه. لو بتبيع حاجة فخمة لازم لبسك وستايلك يعكسوا الفخامة دي. لو بتبيع حاجة رياضية لازم تبان ان انت شخص نشيط وحيوي. ليه لازم تكون شبه المنتج اللي بتبيعه؟ لان العميل بيشتري الثقة قبل ما يشتري المنتج، ولو حس انك جزء من المنتج مش مجرد بياع وعايز يبيع وخلاص هيثق فيك اسرع وفي ثانية واحدة. تاني حاجة، اتكلم مع كل عميل بالطريقة اللي تناسبه. مش كل العملاء زي بعض، ولو كلمت كل واحد باسلوبه هيحس انك فاهمه فعلا، مش بس بتحاول تبيع له خلاص. يعني مثلا العميل المتردد لازم تطمنه وتحسسه ان هو بياخد القرار الصح. العميل اللي عايز معلومات كتير اديله تفاصيل منطقية بالارقام. العميل المستعجل اختصر واديله الزتونة من غير ما تطول. ليه لازم تتكلم مع كل عميل بالطريقة اللي تناسبه مش اللي تناسبك؟ لان العميل لما يحس انك بتتكلم باسلوبه هيحس بالراحه، وهيحس ان انت فعلا فاهمه، وهنا هيثق فيك من اول ثانيه. تالت حاجه، اعرف شغل العميل. كل شغلانه وليها طريقه تفكير، ولو عرفت العميل شغال ايه هتعرف تقنعه ازاي بسرعه. يعني مثلا الدكتور بيدور على الدليل العلمي والمنطقي، المحامي هيسال اسئله كتير ومحتاج ردود واضحه، رجال الاعمال بيفكر في العائد والاستثمار اكتر من المنتج، البياع اللي زيك عارف اساليب الاقناع، لازم تبقى اذكى منه. ليه لازم تعرف شغل العميل؟ لان ببساطه شغله هيحدد طريقه تفكيره. لما تفهم عقليه العميل هتعرف تتكلم معاه بالطريقه اللي تريحه وتقنعه. رابع حاجه، خلق نقطه مشتركه مع العميل. العميل لازم يحس ان في نقطه مترابطه ما بينك وما بينه تخليه يرتاح ليك اكتر. لو لقيت ان عندكم اهتمام مشترك اتكلم عنه. يعني مثلا لو عرفت ان هو من نفس المنطقه بتاعتك افتح شويه تفاصيل عنها. لو شفت ان هو مهتم بحاجه معينه شاركه اهتماماته. ليه لازم تخلق نقطة مشتركة ما بينك وما بين العميل؟ لأنها ببساطة مفتاح بناء الثقة. العميل لما يحس إنك متصل بيه وفاهمه مش بس بتبيع له هيبدأ يسمع لك أكتر ويثق فيك. بالعكس ده هياخد رأيك. عمرك قابلت بياع حسيت إن هو فاهمك من أول لحظة؟ أو العكس، بياع كان بيحاول يبيع لك بطريقة مستفزة؟ احكي لي في الكومنتس أي تجارب معاك.